الدين الإسلامي إخواني أو القرآن نزل على بيئة صحراوية، الخيل والسيف ما عندهم بيوتهم، أقصى بيت يبني له طابقين طين، هذا ما عندهم، بس هي هاي حياتهم. يعني واحدهم من يجي يفطر له على 6 رايات وماي ويروح يصلي العشاء. هاي هي ماكو، مو مثل انها يضد لك 3-4 صواني قدامه. حياته اختلفت عن حياتهم. فالقرآن نزل لهاي البيئة. شلون اخلي القرآن وهو المفروض ان يكون كتابا الى قيام الساعة، شلون اخليه لائم النرويجي او السويدي؟ لازم يصير عندي اجتهادات ثانية بالفروع. الاصول متفقين عليها، لكن الفروع يصير عندنا اختلاف فيها اخواني. يعني هسه مثلا اكو مدينة اسمها دبلن بايرلندا الشمالية، ايرلندا الجنوبية، هاي تابعة لبريطانيا. دبلن تبقى بيها المطر يوميا لمدة 3 أشهر، يوميا مطر 3 أشهر. أنا إذا ألتزم بالحديث اللي يقول الصلاة في الرحال، يعني معناته المسلمين هناك 3 أشهر ما يشوفون مساجد، يصير مو هسه احنا هنا المشكلة اخواني. حقيقة انا ناقشت هناك ربعي، ذبت لها نقاطين وصحة الصلاة في الرحال. عمي يابا الصلاة في الرحال، جيبوا لي رواية وحدة اقبل بيها تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة بالاستقرار قال الصلاة في الرحال. رواية وحدة، ما نوبة وحدة قالها وكانوا في سفر. يا اخي السفر غير الاستقرار، غير افهم الناس. لبس لها نقاطين وصاحة والصلاة في الرحال. غلط هذا يا اخي، هاي ضحالة بالفهم، هذا تمييع للدين. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ يعرف الحادثة واكيد اكثركم اصحاب علم تعرفونها. من كان يخطب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب وجاء اعرابي دخل قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، يعني ماكو مطر ابد والاموال مع الانعام مالتنا ماتت، ادعي لنا تمطر الدنيا. والحديث موجود في الصحاح 7. قال رفع يديه قال اللهم اغثنا، اللهم 3 نوبات. يقول فبقينا سبتا لا نرى شمسا، اسبوع كامل ما شفنا الشمس من المطر. جيبوا لي رواية واحدة تقول انه بهذا الاسبوع النبي عليه الصلاة والسلام قال البلال قل لهم صلوا بالرواحل. ايش يا اخي، هاي جريمة في حق الدين ترى، هاي سوء فهم.